نداء عاجل إلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. لقد اقتربت الساعة. اقتربت. إلى متى الغفلة؟ إلى متى اللهو؟ إلى متى اللعب؟ إلى متى اللهث وراء الفاء؟ إلى متى هذا العبث في الدنيا؟ إلى متى؟ أشراط الساعة. هذه الساعة لا بد من الذي يعنينا في هذا كله أن الله جعل هذه الأشراط والعلامات حتى يستعد الناس للبحث، حتى يستعد الناس للتوبة، حتى يستعد الناس للنشور. لأن ما الأشراط ولا خروج المهدي ولا خروج الدجال ولا نزول عيسى ولا طلوع الشمس من مغربها ولا خروج الدابة إلا إرهاصات لقيام الأشهاد وحشر العباد بين يدي الله. يا له من وقي عظيم. الناس من شغفهم بأن يحلوا أزماتهم تعلقوا بالمهدي. كلمني واحد مرة بالهاتف يزعم أنه المهدي، جلت ساعة إلا ربع. المهدي بأصله شرط من أشراط الساعة. ما السر في أن جميع الأنبياء من قبل يحذرون أممهم من الدجال، لكنه قبل ظهوره تحدث أمور معه نهران ماء ونار، فيأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يستعين بالشياطين، ومع هذا كله يعجز أن يمسح العور الذي في عينه. منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال، وأنا أحذركم إياه وإنه خارج فيكم لا محالة. ماذا سيحدث عند نزول عيسى؟ واضعا يديه على أجنحة ملك، إذا طأطأ راسه يظهر لرائه، فإذا رآه عدو الله الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. يمكث هؤلاء يفسدون في الأرض، يشربون بحيرة طبرية. طلوع الشمس من مغربها. كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا إلى المسجد يظنها الساعة. خروج الدابة تدل على قرب قيام الساعة. من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة، فلا يحج إلى البيت بعد ذلك ولا يؤتمر، فلا يبقى إلا شرار خلق الله، فيبقى أناس لا يعرفون من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله. أشراط الساعة. فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج منها كل كافر ومنافق. إن النار مخلوقة، والسبيل الأعظم للنجاة منها أن نسأل من خلقها أن يجيرنا. نداء عاجل إلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. لقد اقتربت الساعة. اقتربت. إلى متى الغفلة؟ إلى متى اللهو؟ إلى متى اللعب؟ إلى متى اللهث وراء الفاء؟ إلى متى هذا العبث في الدنيا؟ إلى متى؟